شوف القصة الغريبة العجيبة. محمد بن المنكدر أحد العلماء الصالحين، يوم من الأيام يقول استسقى أهل المدينة. أهل المدينة طلبوا المطر وما نزل، المطر ما نزل من السماء. طلبوا المطر الصالحون ما أنزل الله لهم المطر. يقول وفجأة كنت في المسجد في الليل، مسجد المدينة، تخيلوا المسجد القديم في زمن تابع التابعين، يعني قبل 1200 سنة تقريبا. يقول كنت جالسا في الليل، يقول لوحدي ظلمة، يقول دخل علي رجل لا أعرفه، ما عرفته، لم يرني، ما شافني. الرجل ما شاف ابن المنكدر، ما رأى أبا عبد الله، يقول لم يرني. يقول فدخل في المسجد وكبر وصلى، يقول وضع رداءه وصلى، هو ما قاعد يشوف ابن المنكدر، ما يدري. يقول فلما انتهى من صلاته رفع يديه، وقحط في المدينة وجفاف ما في مطر. يقول فرفع يديه إلى السماء وابن المنكدر يسمعه. ابن المنكدر ترى بكاء، يعني ابن المنكدر لما ينقل القصة متعجبا، تخيل ابن المنكدر متعجب من هذا الرجل. يقول فنظرت إليه فقال اللهم، شوف الرجل الغير معروف، قال اللهم إن أهل حرم نبيك استسقوك فلم تسقهم، أهل المدينة استسقوك ما أعطيتهم المطر، فأقسمت عليك يا رب أن تسقيهم. قال ابن المنكدر الرجل مجنون، أهل المدينة كلهم الله ما استجاب لهم، ويقول الرجل أقسمت عليك يا رب أن تسقيهم، يقسم على ربه. رب أشعث أغبر ذو طمرين ثياب ريح فيها، لو أقسم على الله لأبره الله. وكم من إنسان جميل ثيابه جميلة، شكله جميل، قد تزين بأجمل ما عنده، لو رفع يديه ما استجاب الله له. هذا موجود. يقول فقال الرجل هذا مجنون، كل المدينة الله ما استجاب لهم، يستجاب لك أنت؟ يقول فلا زال يدعو ويدعو ويدعو حتى أرعدت السماء. يقسم ابن المنكدر، يقول فوالله ما أنزل يديه إلا والمطر ينزل، المطر نزل. يقول فبكى الرجل، بكى الرجل وهو يقول ربي من أنا حتى تستجيب لي، من أنا حتى تستجيب لي. يقول فظل يصلي حتى الصباح، حتى الفجر. يقول فعجبت من أمره. يقول في الليلة الثانية جلست أنتظره، يقول فجاء يصلي حتى الفجر، ما يشوفه. يقول في الليلة الثالثة جاء يصلي حتى الفجر، فقلت لا بد أن أعرف من هذا الرجل. يقول ولما أصبح الصباح تبعته فعرفت منزله، وفي الضحى جئته